يا مساء الورد والفل والياسمين، ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهارده جايبه لكم قصه فنان كلنا بنعشق تمثيله، فناننا الكبير فاروق الفيشاوي. امين المنزلاوي فاكرينه؟ في مسلسل ليله القبض على فاطمه محدش يقدر ينكر دوره. بصراحه الدور ده خلاني كرهته جدا من كتر ما هو كان ممثل، وكان متقن دور الشر، واحد كاره اخواته والدنيا والعيشة وكل حاجة. بصراحة كان مسلسل رائع، ليلة القبض على فاطمة. يا ريت تتفرجوا عليه، من روائع الأعمال التلفزيونية. اتولد فنان فاروق الفيشاوي في 5 فبراير 1952، يعني برج الدلو، لأسرة كانت ميسورة الحال جدا في إحدى القرى سرسليان بمحافظة المنوفية. وكان له 4 إخوات غيره، وهو كان أصغرهم. يعني هما كانوا 5، 3 ولاد وبنتين، وهو كان أصغرهم. ولما والده اتوفى أخوه رشاد هو اللي رباه. وحصل فاروق الفيشاوي على ليسانس آداب من جامعة عين شمس، وبعدها حصل كمان على بكالوريوس الطب العام. وطول ما هو كان في الكلية كان على طول في فريق التمثيل، سواء مسرح أو أي أعمال يعملوها كان هو البطل فيها، وكان بيلفت إليه الأنظار إن هو مشروع ممثل ناجح جدا. وأول ما دخل فاروق الفيشاوي الفن عن طريق مسلسل اسمه طيور بلا أجنحة 1979، وبعدها ظهر في مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا مع عبد المنعم مدبولي. كلنا كنا بنستنى المسلسل ده جدا. ومن بعد دوره في أبناء الأعزاء شكرا قدر إن هو يلفت نظر المخرجين والمنتجين وعرفوه جدا، وبقى علامة مميزة في أي عمل فني، لأنه كان بصمة بصراحة. مجتهد جدا فاروق الفيشاوي، فحصل على دور كان ممتع جدا، وهو دوره في ليلة القبض على فاطمة 1982. أمين المنزلاوي شخصية شريرة جدا، كان مع الفنانة فردوس عبد الحميد. وفي المسلسل ده أقنع الجمهور كله إن هو فعلا قتل أخته وعمل حاجات كتير علشان المادة وعشان الفلوس. فعلا كان إنسان فظيع جدا في المسلسل ده، وأقنع جمهوره فعلا بإن هو شرير. مسلسل جميل جدا ليلة القبض على فاطمة، ياريت تشوفوه، فعلا هيعجبكم جدا. ومن بعد كده كان له بصمة في السينما، قدم مع عادل إمام فيلم المشبوه، وبعدها كمان قدم معاه فيلم حنفي الأبهة. وشارك الفنان فاروق الفيشاوي 130 عمل درامي، منهم التلفزيون والسينما. مثل حاجات كتير جدا نجحة، مثلا مشوار عمر، القاطلة، الطوفان، وكمان حكمة فهمي، ويا تحب يا تقب، والمشاغبين في خطر. افلام كتير جميله جدا وكانت معلمه، زي المرأة كمان الحديديه، الجراج. وكمان عمل مسرحيه كانت دمها لذيذ جدا، مسرحيه البرنسيسه مع الفنانه الكبيره ليلى علو. وفي المسرحيه دي بدأت شرارة الحب ما بينهم. وفناننا الكبير فاروق الفيشاوي اتجوز 3 مرات. أولهم كانت الفنانة الكبيرة سمية الألفي، واللي قالت عن لسانها إنها اتجوزته بالصدفة، إنهم شافوا بعض في مسرحية السندريلا في قصر ثقافة جاردن سيتي، وحبها، وكان هو الأمير وهي السندريلا. وفي الوقت ده كانت لسه سمية الألفي صغيرة، عندها 20 سنة، وكمان بتدرس في كلية آداب. وفاروق الفيشاوي كان في معهد فنون مسرحية، وقال لها أنا هتجوزك، وفعلا اتجوزها. واستمر جوازهم من 1974 ل 1990، كده قعدوا مع بعض 16 سنة وأنجبوا ولدين، أكبرهم أحمد الفيشاوي، اللي طبعا كلنا عارفينه النجم الكبير أحمد الفيشاوي، وأخوه عمر اللي ما كانش بيظهر خالص في الصورة ولا في وسائل الإعلام خالص. ومن أكتر الحاجات اللي تعبت جدا فناننا فاروق الفيشاوي هو جوازة ابنه أحمد الفيشاوي عرفي من هند الحناوي، واللي قطع الورقة اللي كانت ما بينهم، وبعد كده قال معرفهاش، وكانت هي حامل. لكن المحكمة ثبتت بنوة طفلة لينا، اللي فعلا غيرت حياة أسرة كاملة، وغيرت حياة فاروق الفيشاوي نفسه. واللي ذكرت كده سمية الألف في برنامج، وقالت إن هي كانت الحاجة الوحيدة اللي بتضحك فاروق،
وإنها لما سافرت حزن فاروق الفيشاوي جدا، بس هي سافرت عشان تكمل تعليمها بره. واتجوز فناننا فاروق الفيشاوي للمرة التانية من الفنانة الكبيرة سهير رمزي من 1990 ل 1995. استمر جوازهم 5 سنين ونجحوا وعملوا أفلام جميلة جدا مع بعض. أما آخر جوازة له كان فتاة اسمها نوران، ودي كانت من خارج الوسط الفني، وانفصل عنها سنة 1998 وما اتجوزش تاني خالص. وقال إن هو ندم إن هو ما اتجوزش الفنانة ليلى علوي، دي كانت حب حياته، واللي بدأت قلنا شرارة الحب كانت في مسرحية البرنسيسة. لكن لما سمية الألفي عرفت الموضوع باظ، وخاف يزعل سمية، وهي كمان خافت على زعل سمية، خصوصا ان سمية سندته اثناء ما كان هو في فترة الادمان ووقفت جنبه، وليلى علوي ما استحملتش موضوع ان هو كان انسان مدمن، فسابته على طول وما كملتش الزيجة بعد ما حضروا فعلا للجواز. لكن ليلى علوي ما استمرتش معاه. وفي مهرجان القاهرة صرح فاروق الفيشاوي ان هو عنده مرض السرطان، وطلع ابنه احمد يقول له ليه يا والد تقول قدام الناس كلها في العام، بس قال لهم انا بوعدكم انا فاروق الفيشاوي ان انا هتحدى السرطان. لكن للاسف فشل التحدي واتغلب عليه مرض السرطان. وفي مستشفى ابن سينا بمحافظة الجيزة، وبعد صراع مع مرض السرطان دخل في غيبوبة كبد أدى إلى توقف الكبد تماما، لكن أعلنوا الوفاة فعليا في 2019 25 يوليو عن عمر 67 عاما. اتوفى فناننا الكبير فاروق الفيشاوي، رحم الله أمين المنزلاوي، رحم الله فنان العصر فاروق الفيشاوي. من فضلك لو وصلتوا معايا لنهاية الفيديو اوعوا تنسوني في لايك واشتراك للقناة، وبشكركم جدا جدا على حسن متابعتكم وعلى الكومنتات الجميلة اللي بتجيلي. بشكركم شكرا جزيلا.